السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بهم وأبرز العناوين. فرع وزارة التعليم يكرم معلمات نموذجيات في الإقليم الجنوبي. العمل على منع الحوادث وعواقبها في مديريتي عبد الغيح وسنحفة. الإريتريون في الخارج يتبرعون بصندوق أمانة الشهداء. اختتام مناورات بينماكس بمشاركة قوات 19 دولة لتعزيز حماية قناة بنما. بيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتتوعد بالردع. القاهرة وأنقرة تستهدفان زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري. إلى التفاصيل. كرم فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي في 12 من أغسطس بمدينة منفرة 65 معلمة نموذجية تم اختيارهن من 12 مديرية خلال برنامج أقاموا للتشجيع وتقديم المعلمات المتميزات، حيث تم تقديم شهادات تقديرية ومكافآت مالية لهن. وجرى التكريم بحضور مسؤولي وزارة التعليم والإقليم الجنوبي، حيث أوضح المنظمون إن معايير اختيار المعلمات المكرمات شملت الالتزام بأخلاقيات المهنة والتفاني في العمل وإعداد وتنفيذ خطط التدريس وجودة عملية التعليم والتعلم، إلى جانب العلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع والمبادرات الرامية للتطور المهني والشخصي. وأكد مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ عبد الزكي كيداني أن المعلمات المكرمات ينتظر منهن أن يكن قدوة لزميلاتهن وأن يساهمن في تعزيز جودة التعليم وخلق مزيد من الحافز للارتقاء بالأداء المهني. من جانبها أشارت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد إلى أن مشاركة المرأة وكفاءتها في قطاع التعليم تشهد مستوى متقدما، إلا أن هنالك حاجة إلى مواصلة تعزيزها وتطويرها، موضحة أن العام الجاري لتوسيع برامج التشجيع والتقدير ليشمل جميع المعلمات والمعلمين. وتشير بيانات فرع التعليم في الإقليم الجنوبي إلى وجود 3943 معلمة يقومن بالتدريس في المراحل التعليمية من التعليم ما قبل الدراسي وحتى المرحلة الثانوية، ويمثلن نحو 55% من إجمالي عدد المعلمين في الإقليم. تجرى عمليات تدقيق صارمة خلال الفحص السنوي للمركبات لضمان جودة المركبات ومنع الحوادث وعواقبها في مديريتي عبد الغيح وسنحفة بالإقليم الجنوبي. وحث الخبراء ملاكي المركبات وسائقيها على إجراء الفحوصات والصيانة الدورية لمركباتهم والالتزام جاد بالفحوصات السنوية، إذا أن المركبة غير المطابقة للمواصفات قد تعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر. وبحسب السيد داوود قبراب الخبير الفني في مكتب النقل العام في عبد الغيح، يسمح للمركبات المؤهلة بالعمل على الطرق بعد خضوعها لفحوصات سنوية. وقال مدير مكتب خدمات النقل العام في مديرية عبد الغيح السيد بلاسي أملاك عام طعماي أن الفحص السنوي برنامج هام لفحص المركبات غير الآمنة وغير الصالحة للاستخدام. وأكد محقق حوادث المرور السيد ولا ميكيل عقبة قرقيش أنه في حال ثبوت عدم اجتياز أي مركبتين للفحص السنوي فسيتم تغريمها وفقا لتوجيهات شرطة المرور ووزارة النقل والاتصالات. من جانبهم حث السائقون وزارة النقل والاتصالات على الاهتمام بسلامة مركباتهم. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن عدد من المواطنين المقيمين في مختلف الدول قدموا تبرعات لصالح صندوق أمانة الشهداء ورعاية أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإريتريون المقيمون في أدمونت وضواحيها بكندا بمبلغ 127,606 نقفة، فيما قدم الإريتريون المقيمون في مدينة لوغان بولاية واتا الأمريكية مبلغ $3,440 أمريكي. كما قدم الإريتريون المقيمون في كوبنهاغن الدنمارك مبلغ 75,579 نقفة، بينما تبرع الإريتريون المقيمون في مدينة أوربار السويد بمبلغ 36,486 نقفة لصالح صندوق أمانة الشهداء. وفي إطار دعم ورعاية أسر الشهداء، قدم أعضاء جمعية النضال الضميري المقيمون في ألمانيا مبلغ 5,040 يورو، فيما تبرع أعضاء جمعية الفرقة 491 المقيمين في عدد من الدول الأوروبية بمبلغ $3,300 أمريكي. كما قدم أعضاء جمعية جنوب السويد مبلغ 2,100 يورو،
فيما تبرع الإريتريون في يوشك وضواحيها بالنرويج بمبلغ 32211 نقفة. وقدم الإريتريون المقيمون في مدينة أواسك بالسويد مبلغ 26300 كرونر سويدي. كذلك ساهم أحد المواطنين المقيمين في أنغولا بمبلغ 7800 نقفة لصالح رعاية أسر الشهداء. شهد الإقليم الأوسط حملة للتبرع بالدم أسفرت عن جمع 133 كأسا من الدم بهدف تعزيز مخزون بنك الدم الوطني. وأقيمت الحملة خلال الفترة من 27 من يوليو إلى 8 من أغسطس بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات في الإقليم، من بينها قسم المياه وفرع القانون والنظام والمكتب المركزي لإدارة الإقليم وقسم التنمية العمرانية وفرع السجل المدني وفرع المكتبة العامة، إلى جانب جمعية قدامى المحاربين. وأوضح القائمون على الحملة أن تنظيمها جاء في إطار الجهود الرامية لسد النقص الذي قد يطرأ على مخزون الدم خلال موسم الخريف وضمان توفر الإمدادات اللازمة للحالات التي تحتاج إلى نقل الدم. ويشجع بنك الدم الوطني على التبرع الطوعي بالدم، موضحا أن بإمكان النساء التبرع بالدم 3 مرات سنويا، بينما يمكن الرجال التبرع 4 مرات سنويا. عقد قائد مركز شرطة مديرية جندع الملازم محمد صالح إسماعيل محاضرات لأكثر من 1000 مشارك في حملة الطلاب التنموية لرفع مستوى وعيهم بشأن مكافحة الجريمة والسلامة المرورية. وفي اللقاءات التي عقدها مع الطلاب المنتشرين في مراكز ماي حبار ونفاسيت وإمباتكالا ودنجولو وجندع في الفترة من الأول إلى 8 من أغسطس، شرح الملازم محمد صالح الجرائم والحوادث المسجلة في النصف الأول من العام 2026 والخسائر الناجمة عنها، وذكرهم بضرورة الالتزام بالقواعد الذهبية للمدرسة وقيم مجتمعهم. وحث على ضرورة إشراك الطلاب في حملات مكافحة الممارسات الضارة عموما وختان الإناث وزواج القاصرات خصوصا. من جانب آخر، نفذت أنشطة مكثفة في مديرية فورتوسا ضمن حملة الطلاب التنموية الصيفية. ووفقا لمنظمي البرنامج، فقد بذل 189 طالبا من بين 85 طالبة جهودا فاعلة في مجال صيانة التربة وحفظ المياه. وإلى جانب برامج التنمية، نظمت محاضرات تركز على الوقاية من الجريمة والتقنيات الزراعية لرفع مستوى وعي الطلاب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. اختتمت بجمهورية بنما مناورات بينماكس 2026 بمشاركة قوات عسكرية وأمنية من 19 دولة بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق المشترك لحماية قناة بنما والبنى التحتية الاستراتيجية المرتبطة بها. وجاءت المناورات خلال الفترة من 3 إلى 13 من أغسطس للعام 2026 برعاية القيادة الجنوبية الأمريكية وبالتنسيق مع الحكومة البنمية، وبمشاركة أكثر من 150 من أفراد القوات البحرية ومشاة البحرية وقوات الأمن العامة، إلى جانب مؤسسات مدنية وأمنية متخصصة. وركزت التدريبات على تطوير قدرات التخطيط وتنفيذ العمليات متعددة الجنسيات وتعزيز التشغيل المشترك بين القوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن اختبار إجراءات الاتصال وتبادل المعلومات وربط البيانات في الوقت الفعلي. وتقود بنما المناورات بالتنسيق مع الدول المشاركة في إطار جهود رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التعاون الدولي لحماية قناة بنما التي تمثل ممرا ملاحيا حيويا للتجارة العالمية. نددت كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى، وأنها لن تتسامح مع حالة المواجهة الخطيرة التي تخلقها الدول المعادية. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اعتبرت بيونغ يانغ أن هذه المناورات أكثر استفزازا من التي جرت في الماضي، مشددة على أن مبدأها الثابت هو الرد على أي مستوى جديد من التهديد بمستوى جديد من الردع. وستشمل مناورات أولشي فريدم شيلد مشاركة 18 ألف جندي كوري جنوبي مع نظرائهم من القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، والتي يبلغ عددها 28500 جندي. وقال متحدثا أن المناورات ستعيد الجنود لاحتمال خوض قتال ضد القوات الكورية الشمالية التي اكتسبت خبرة قتالية ميدانية. أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إجراء مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره التركي هاكان فيدان،
معربا عن ثقة بلاده في مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة رسمية من الوزير التركي لمصر تستمر لمدة يومين. وقال عبد العاطي خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا وزخما متزايدا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. من جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العلاقات بين بلاده ومصر تسير على مستوى مرتفع للغاية، مشيرا إلى الشراكة الهادفة لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية بالتوازي مع تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة. لقى 4 أشخاص على الأقل مصروعهم في شرق اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت بتعطل حركة المرور وخدمات مطارات وقطارات وفق ما أعلنت السلطات. وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت إلى إطلاق تحذيرات من انهيارات أرضية وانقطاع في التيار الكهربائي، حيث أصدر خبراء الإرصاد الجوي للمرة الأولى تحذيرا من المستوى الأعلى بشأن الأمطار الغزيرة في منطقة تشيبا. وذكر مكتب إدارة الكوارث في تشيبا أن نحو 6000 مسافر علقوا داخل مطار نارتيا، أحد المطارين الرئيسيين اللذان يخدمان طوكيو، بعد إلقاء العديد من رحلات القطارات المتجهة إلى المطار والمغادرة منه. عناوين النشرة مرة أخرى. فرع وزارة التعليم يكرم معلمات نموذجيات في الإقليم الجنوبي. العمل على منع الحوادث وعواقبها من خلال ضمان كفاءة المركبات في مديريتي الدقية وسنعفه. الإريتريون في الخارج يقدمون تبرعات لصندوق أمانة الشهداء. اختتام مناورات بني ماكس بمشاركة قوات من 19 دولة لتعزيز حماية قناة بنما. بيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتتوعد بالردع. القاهرة وأنقرة تستهدفان زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.